أهلا بيكم في نشرة جديدة من نشرة أخبارنا العقارية، وهنا بنقدم لكم آخر الأخبار اللي حصلت في مجال العقارات على مدار الأسبوع اللي فات. أعلنت شركة هايد بارك عن طرح آخر مرحلة من الشاليهات سي فيو في مشروعهم سي شور في راس الحكمة. شاليهات متشطبة بالكامل 1 و 2 و 3 bedrooms بأسعار تبدأ من 8.5 مليون جنيه. شركة أم سكويرد بتوقع عقد بقيمة مليار جنيه مع شركة رادكون للإنشاءات لتنفيذ آخر جزء في المرحلة الأولى في مشروعهم مصيف راس الحكمة. عبد الله سلام المدير التنفيذي لشركة مدينة نصر يتوقع زيادة أسعار العقارات من 15 ل 20% بسبب الأوضاع الغير مستقرة. تشهد مصر تنفيذ مشروع مدينة أبو قير الجديدة كأول مدينة بيتم تنفيذها بالكامل على جزيرة صناعية في البحر المتوسط بهدف إنشاء مجمع عمراني واستثماري وصناعي متكامل. رسمياً تم افتتاح مشروع المونوريل شرق النيل الممتد من محطة استاد القاهرة في مدينة نصر وحتى العاصمة الإدارية في محطة مسجد الفتاح العليم بطول 56 كيلومتر. شركة ريبورتاج الإماراتية تعلن عن طرح مشروعها الثاني في مصر حرية في منطقة سيدي حنيش في الساحل الشمالي وفتح باب الحجز بقيمة 50,000 للشاليهات و100,000 للفيلات. وأخيراً وزارة الإسكان بتطرح 2.7 مليون متر لإقامة منتجعات سياحية على جزيرة جبل في البحر الأحمر. وبكده تكون خلصت نشرة أخبارنا العقارية، واستنونا الأسبوع اللي جاي في نشرة جديدة.